بص، في 5 جمل لو صاحبك عامل دايت ارجوك اوعى تقولهم له. اول واحده: هو انت لسه عامل دايت كل ده انت من سنتين عامل دايت وما بانش عليك. مالكش دعوه مالكش دعوه، اهدى. دي اسوأ حاجه ممكن اسمعها، لان انت مش عارف مراحل الدايت بتاعته كانت عامله ازاي، وامتى وقف وامتى خد نفسه وامتى مكمل. فارجوك بالراحه عليه. تاني حاجه: طب معلش يوم واحد مش هيأثر، كل براحتك النهارده وابدأ بكره. طبعا دي جمله كارثيه، لان انت مش لوحدك في حياته. لو كل واحد في حياته قال له الجمله دي فهو خلاص هيبقى كل ده. ويوم واحد ممكن يفتح معاه كتير جدا، ويوم واحد ممكن يخليه ما يعرفش يرجع للدايت تاني، ويوم واحد ممكن يخلي احباطه يزيد جدا. تالت حاجه: ايه ده انت، وتقولها كده ماشي، ايه ده كفايه كده، انت بدأ يبان عليك قوي ووشك بقى. هو اللي يقرر امتى كفايه وامتى يكمل. عقله وجسمه هو اللي لازم يقرر القرار ده، مش كلام الناس. على فكره انا باكل كل اللي انا عايزه ومش بزيد. انا يا عم انت بتذله. كل واحد وجسمه ومنظومه حرقه واجهزته، سيبه لوحده، ما تبقاش تحبطه، لان ده فعلا بيقلل من عزيمته اكتر. كده على فكره انت معقد نفسك. لازم تاكل اللي نفسك فيه كده، حتى لو حاجه بسيطه. يعني انت بتنظر وانت عارف هو منظومه حرقه عامله ازاي، ولا عارف ان الكلام ده هيعمل ايه. كل اللي انت عليك تعمله يا صديقي انك بس تكون هادي وبتدعمه. لو هو مش عاوز يخرج خروجه فيها اكل، ما تقعدش تضغط عليه وتقول له طب تعالى وما تاكل. لو في عيد ميلاد هو يا عم مش عاوز يروح، ما تقعدش تضغط عليه. شجعه وسقف له وقول له برافو عليك انك مكمل. وما تقولوش اي حاجه تبقى بتحبطه، حتى لو انت مفكر ان احباطك ليه ممكن يجيب نتيجه عكسيه.